ريحي نفسك ومن غير مواعين ومن غير اي حاجه في الكيس وحطيه وهيبقى تحفه جدا. ويلا بينا هنشوف هنعمل ايه. هنسمي كده بالله ونصلي على الرسول. ولو عجبكم فكرتنا شجعونا بلايكات كتير وكومنت حلو منكم. اول حاجه طبعا هنعمل مع بعض ايه بقى؟ البصل. البصل هنا ناس كتير قوي بتقول ان هو بيطرى منها، لكن انا هنا مش هحط اي افتكاسات. هقولك انا بعمله ازاي. بسخن الزيت يبقى سخن جدا ساخن، وبعد كده بنزل البصل. لازم ان الزيت يبقى سخن، يبقى سخن قوي. وبعد كده بنزل البصل يطلع مقرمش وجميل جدا ومحمص وحلو جدا. هنشيل بقى كده البصل بتاعنا بعد ما استوى كده معانا وادى لون ذهبي كده وجميل. معانا بقى ايه الحله بتاعتنا. هننزل بمعلقتين من الزيت بتاع البصل، وهنشوح فيه كده معلقه من الثوم المفروم. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. الطماطم دي عاملاها عندي على القناه بطريقه تحفه جدا مسلطله، لو حابين تشوفوا الفكره بتاعتنا. بعد كده هنزل ب معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره ومكعب مرقه دجاج وسنه من الخل. وطبعا هنحط الملح بتاعنا. وهنا حطينا الخل على الصلصه بتاعتنا من على الوش، عشان الصلصه بتاعه الكشري بتفرق عن الصلصه بتاعه الفته. بعد كده هنجيب الكيس الحراري بتاعنا، المقاس اللي انت حباه والكميه اللي انت طبعا هتعمليها. حطينا الرز طبعا غسلينه ومصفينه. ومعانا هنا بقى المكرونه اللي انت حباها طبعا هتضيفيها. انا حطيت مكرونه من الصغيره ومكرونه سباكيتي ومكرونه قلم. بالنسبه هنا للعدس لازم ان احنا نبقى نعينه كده في ميه تكون بتغلي عشان خاطر يطرى معانا. وبعد كده ايه هنسيب كده بقى الكيس الحراري على جنب. وتعالوا نشوف مع بعض هنسقيه بايه وهنسقيه ازاي. اول حاجه معايا الميه هنا تكون ميه بارده من الحنفيه تماما. هنحط مكعب مرقه دجاج ومعلقه من الكمون، وهضيف كمان معلقه من الملح. هبدا ان انا اقلب كل الكلام دوت. مش هضيف اي توابل تاني على الكشري، ما بيضيفش توابل كتير. بس هضيف مكون اساسي هقول لكم عليه دلوقتي هنحط ايه. معانا بقى هنا الكيس بتاعنا. طبعا الكميه اللي انت حباها، والاكياس طبعا في الحجم اللي انت حباه، اصغر من كده او اكبر من كده. هبدأ ان انا بقى ايه اقلب كده الكشري بتاعنا. وبعد كده هبدأ ان انا احط بقى ايه المكون الاساسي اللي احنا قلنا عليه، الزيت اللي هو بتاع البصل. هناخد كده منه معلقتين، وبعد كده هنقلبه. وبعد كده هبدأ ان انا اضيفه بقى على الكشري بتاعنا. وهنا طبعا نكون نشغل الفرن على درجة حرارة 180. وبعد كده هنسقي بقى ايه الكشري بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وهنا بقى بالنسبة للكيس الحراري ناس كتير قوي بتستخدمه غلط وبتقعد ان هي تخرمه، لكن هنا كيس الحراري ما بيتخرمش خالص تماما، عشان خاطر يحتفظ بالسخونيه بتاعته ويسوي الحاجه كويس جدا. انا هنا بسيب له مسافه زي ما انتم شايفين، مسافه طويله كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وببدا ان انا اربطه بالورقه بتاعته. وهنا طبعا لما بيتنفخ بيبقى فيه مسافه طويله جدا وما بيفرقعش ولا اي حاجه. لكن في ناس كتيره قوي بتخرمه. انا طبعا ما خرمتهوش ولا اي حاجه. هندخله بقى الفرن، وهي دي الطريقه الصح للكيس الحراري. وهنطلعه وهنشوفه مع بعض دلوقتي. هنا عايزه اقول لكم هو عامه هو ما اتنفخش معايا، لكن كان نفس الشكل كده زي ما انتم ما شايفين. كان بنفس الحجم، يعني هو ما اتنفخش قوي للدرجه. وهنا هبدأ ان انا افضي بقى كده الكشري. وتعالوا نشوفوا بقى ايه كده مع بعض. هنحط بقى ايه الصلصة بتاعتنا. وعايزة اقول لكم ان الكشري طالع ريحته حلوة جدا وكمان مفلفل جدا وجميل جدا. عامل كده لونه زي لون الكشري بتاع بره. ونحط بقى ايه البصل بتاعنا. شايفين الصلصة تحفة جدا ولونها جميل جدا. تعالوا بقى ندوق مع بعض ونقول لكم ايه رأينا في الكشري بتاع الكيس اللي هو السريع اللي ممكن تعمليه وانتي مثلا مستعجلة. ممكن مثلا راحة مصيف، يعني سريع جدا وينجز معاكي. بجد جميل جدا وكمان مفلفل جدا وهيريحك كتير من المواعين. بجد فكرة حلوة جدا، فكرة عبقرية. لو وصلت لغاية هنا ما تنسوناش باللايك والاشتراك والكومنت حلو منكم وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه.